لا تعتقد اكو شيء يأدب الانسان مثل الموت. الانسان ما يلحق عليه الا الموت، نبه لي شيء هو اللي يأدبه. كل وسائل الضبط بالدنيا عجزت عن تأديب الانسان، لكن خوف الموت هو اللي يأدبه. شايف؟ فالآية جاي تقرأ سامعة تقول له تفكر قد يكون اجلك اقترب. شنو معنى هذا؟ يعني بادر قضاياك خلصها، لا تخليها معلقة، لا تخلي قضاياك معلقة. واليوم وانا ما بي شيء وبعدني وش دعوه مستعجل ولاحق. يا اخي انت ما تضمن، ما ليش دعوه مستعجل؟ انت ما تضمن بقائك الى لحظه واحده. عندك امور بت بيها خلصها ما طول عندك، ما طول تملك هالقدره. الان هو يعرف ان ساعه هو موجود على سطح الارض وفجاه واذا به تحت الارض، وهكذا. زين.